السلام عليكم ورحمة الله. النهارده واحدة زميلتي اقترحت عليا اعمل فيديو عن الاكسبتنس، وصراحة انا قلت لها انا مش في مود الاكسبتنس خالص، ومحدش يستحمل حاجة غصب عني، متستحملوش حاجة، انا مش قادرة خلاص. خلينا نقول ايه هي فكرة الاكسبتنس، اللي هي التقبل. يعني ايه تقبل؟ يعني ايا كان الوضع اللي انا فيه، الاشخاص اللي انا بتعامل معاهم، الناس اللي انا حاسس ان انا مش مرتاح معاهم بس هو غصب عني انا موجود معاهم، سواء في شغل، في بيت، في اهل، ايا كان المكان، ايا كان الناس، ايا كان الوضع، الموقف. فكرة التقبل اللي هو تحاول تقنع نفسك انه انت الحمد لله في وضع كويس، ودي مش حاجة وحشة. فكرة التقبل يعني طبعا انا كنت بهزر انه اوقات بنتعرض لمواقف بتحس انك خلاص مش قادر، وتقعد تقول لنفسك انا اتحمل ليه، انا ايه اللي يخليني اتحمل الوضع ده؟ لا، تتحمل الوضع ده لانه حاجة واحدة بس انت هتفتكرها: إن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. فأنت ربنا ما حطكش في الوضع ده كده وخلاص، لا، ربنا عارف إنك تقدر تتحمل، لأن ربنا عادل جدا، فربنا ما بيكلفناش أكتر من طاقتنا. ولو أنت خلاص فعلا مش قادر تتحمل، هتدعي تقول اللهم لا تحملنا ما لا طاقة لنا به. بس فالموضوع بسيط، حاول تتقبل الحاجة أو الموقف أو الشخص اللي أنت بتمر بيه بنفس حلوة وراضية، هتلاقي ربنا بيسهلها عليك. شكرا لزميلتي اللي اقترحت الفكرة، احنا هزرنا بس فكرة التقبل حاجة حلوة جدا، وتخلي الإنسان يعمل حاجته ويعمل المهام بتاعته اللي هي مطلوبة منه يومية، وهو حاسس إنه راضي، وحاسس إنه ربنا هيكرمه ويقويه ويعوضه. ربنا يقوينا كلنا يا رب. باي باي.